أعزائي المشاهدين من محافظة كفر الشيخ، معنا ومعكم سيادة النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب بمركز ومدينة مطوبس ومركز ومدينة فوة ومركز ومدينة دسوق، للحديث عن أهم قضايا وأهم ما تتناوله الوسائل الإعلام عن خطط حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شرفت مطوبس وشرف مركز مطوبس بإنجازات حياة كريمة. والحديث مع سيادة النائب محمد الصمودي عن حياة كريمة في مركز ومدينة مطوبس. سيادة النائب محمد الصمودي، هناك الكثير من التساؤلات عن حياة كريمة وإنجازات الدولة في حياة كريمة لمركز ومدينة مطوبس. حضرتك تكلمنا عن حياة كريمة في مطوبس. طبعا اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا حياه كريمه، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي تم عمل مبادره حياه كريمه، رصدت المرحله الاولى 52 مركز على مستوى الجمهوريه، وكان من محافظه كفر الشيخ مركز مطوبس في المرحله الاولى، وان شاء الله عندنا في المرحله الثانيه 4 مراكز في محافظه كفر الشيخ اللي هي دسوق وسيدي سالم وكفر الشيخ والحموم. طبعا مركز مطوبس شغال حاليا في المبادره، في اعمال بتتم في البنيه الاساسيه واعمال في المباني، يعني عندنا اعمال صرف صحي، عندنا اعمال في شبكات مياه الشرب، عندنا في اعمال في الغاز، في اعمال في التليفونات، اعمال في الكهرباء، وطبعا في المجمعات الخدميه اللي هي بتشمل العديد من الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين. وطبعا اخر حاجه في المراحل دي ان شاء الله هتكون عمليه الرصف. طبعا العمل كبير وحجم عمل ومجهود جبار، وطبعا المواطن لن يشعر بهذا العمل ونتائجه الا بعد اكتماله نهائيا، بعد الانتهاء من رصف جميع الطرق، بعد انتهاء البنيه الاساسيه فيها. وبنبشر الساده المشاهدين هنا في مركز مطوبس ان بالفعل جاري حاليا اعتماد المقايسات للبدء في اعمال الرصف، وان شاء الله يعني عندنا الطريق الرئيسي في مركز مطوبس اللي هو طريق مطوبس برج المغازل، ده هيتم رصفه بمعرفه الهيئه العامه للطرق والكباري. وطبعا باقي الطرق الداخليه في المركز هيتم رصفها بمعرفه جهاز تعمير الساحل الشمالي، وهيبدا العمل يعني خلال شهر او شهرين بالكثير. فان شاء الله قبل الشتاء هيكون فيه عمل، لان طبعا عانينا الشتاء اللي فات معاناه شديده جدا، ولكن طبعا لابد ان الناس تستحمل من اجل التنميه والتطوير والاعمال الجاري تنفيذها في حياه كريمه. وطبعا بنطمن برضو اهالينا في مركز دسوق والمراكز الاخرى ان جاري حاليا عمل دراسات مشروعات الصرف الصحي، وتم تسليم محطات الرفع للصرف الصحي، ويتم البدء في اعمال الصرف ان شاء الله. يعني غالبا هيتم العمل في الطبيعه، ممكن في شهر واحد باذن الله هيبدا العمل في الطبيعه في المرحله الثانيه باذن الله. ويعني ان شاء الله انا شايف ان مع اكتمال المبادره واكتمال اركانها هيكون لها مردود كبير على اهالي الريف واهالي القرى في جمهوريه مصر العربيه جميعا. دائما ما يتساءل المواطن عن الطرق. في ربط ما بين مركز ومدينة دسوق برافض الطريق الدولي لرشيد عن طريق مطوبس ضمن حياة كريمة، ولا ايه حكاية الطرق بالنسبة لحياة كريمة في مطوبس؟ وطبعا ساعتها لما نيجي نتكلم في الطرق فلازم نفرق بين انواع الطرق. في طرق تابعه للهيئه العامه للطرق والكباري، وفي طرق تابعه لمديريه الطرق والنقل، وطرق تابعه للمحليات. فطبعا عندنا في زمام الدائره وزمام المنطقه الطرق التابعه للهيئه العامه للطرق والكباري اللي هي طريق مطوبس كفر الشيخ وطريق مطوبس سيدي سالم. والطريقين دول يعني بالتواصل مع الفريق كامل الوزير تم رصد اعتمادات ماليه وجاري العمل فيهم حاليا، والعمل شغال حاليا لرصف هذه الطرق، وسيتم الانتهاء منهم قريبا. باقي الطرق في المركز فهي اما تابعه لمديريه الطرق او تابعه للمحليات، وهذه الطرق زي ما قلنا لسيادتك ان هي هيتم البدء العمل فيها يعني خلال شهرين هيتم بدء العمل فيها باذن الله. وطبعا عندنا رافد ابو الروس، رافد طريق الدوله ابو الروس، ده اللي بيربط الطريق الدولي الساحلي بالكوبري المحموديه بدمنهور، يعني يربط الطريق الدولي بالطريق الزراعي، وده طبعا مر بمطوبس وفوة والمحموديه ودمنهور. وطبعا عندنا الطريق اللي هو
رافد الرافد الدولي اللي هو من كفر الشيخ لتسوق، تم عمل المرحلة الأولى اللي هي واصلة لحد مصرف سالم، وباقي المرحلة الثانية ولكن تم تأجيلها مؤقتا، وهيتم ربط الطريق الجديد على الطريق القديم في هذه الوصلة، ويتم استكماله لاحقا بإذن الله. إن شاء الله. دائما ما يتساءل المواطن عن تقديم الخدمات من حياة كريمة في البريد، في المدارس، في مجمع الخدمات اللي بنسمع عنه اللي بتقدمه حياة كريمة للمواطن. حضرتك تكلمنا عن مجمع الخدمات في مركز ومدينة مطوبس أو مركز ومدينة فوة تحت حياة كريمة. طبعا هي مبادرة حياة كريمة في مركز مطوبس مش موجودة في مركز فوق، وتم طبعا عمل مجمعات خدمية. المجمعات الخدمية دي موجودة في كل قرية أو كل وحدة محلية فيها مجمع خدمي بيشمل العديد من الخدمات المقدمة، وطبعا موجود فيه وطبعا عندنا الخدمات السجل المدني وخدمات المكاتب البريدية والتضامن الاجتماعي اللي هي الشؤون الاجتماعية والتموين، وطبعا مقر الوحدة المحلية نفسها. وطبعا تم إنشاء العديد من مكاتب البريد في مركز مطوبس، عدد كبير جدا في المركز تم إنشاؤه، وجاري العمل على استكمال باقي إنشاء مكاتب البريد إن شاء الله. ويعني بإذن الله خلال الشهر القادم في مكتبين لسه هيتم البدء في إنشائهم، وبكده هيكون تم تغطية المركز كله. طبعا البريد بيقدم خدمات لأهالينا المسنين وكبار السن، فطبعا بيكون قريب من المواطن، فيؤدي لتقديم خدمات افضل وتحسين الخدمات المقدمه. وطبعا لما يكون عندنا في المجمع الخدمات موظف للسجل المدني وموظف للشهر العقاري وموظف للبريد، فطبعا كل موظف هيقدم الخدمات الموجوده للمصلحه، فطبعا ده بيؤدي الى تقريب المسافات. كان الاول الخدمات كلها او هذه المصالح موجوده داخل المدن فقط، المدن الرئيسيه في المركز، دلوقتي بقت موجودة في جميع القرى، وخاصة القرى الأم في جميع مركز مطوبس. تمام. من أهم الأشياء اللي بتشغل حياة المواطن هي الصحة. وحياة كريمة أضافت للمواطن في مركز ومدينة مطوبس جزء كبير من جمال الصحة في مستشفى مطوبس المركزي تحت حياة كريمة. حضرتك كلمنا باستفاضة عن إنشاء مستشفى مطوبس المركزي تحت حياة كريمة، وينتهي العمل بها إمتى إن شاء الله لصالح المواطن في مركز ومدينة مطوبس. طبعا سيادتك هو جاري حاليا عمل إحلال وتجديد لمستشفى مطوبس المركزي، وطبعا سيادتك مدة العمل المفترض إن هي 18 شهر، مضى منهم مدة كبيرة، والعمل يعني أنا شايف الفترة الأخيرة العمل شغال بصورة جيدة جدا، والعمل يعني فيه أداء واضح يعني يوميا، وسيادتك بتعدي منك يوميا لابد تلاقي فيه جديد في العمل، فبالفعل العمل شغال. وطبعا البرنامج الوظيفي للمستشفى هو برنامج عالي جدا وبرنامج ممتاز، والحمد لله طبعا أثناء إعداد هذا البرنامج تم الاشتراك مع وزارة الصحة، وتم تعديل البرنامج وإضافة خدمات كثيرة جدا داخل المستشفى، ويكون موجود جميع التخصصات، هيكون موجود عدد كبير جدا من الحضانات، العناية، أجهزة الغسيل، جميع الخدمات، غرف العمليات، الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة. طبعا كل الخدمات هتكون موجودة، فيما عدا بعض الخدمات البسيطة زي خدمة الحروق والمخ والأعصاب. التخصصين دول هم مش موجودين في البرنامج بتاع المستشفى، لان طبعا مستشفى مطوبس هي مستشفى مركزي. احنا طبعا حاولنا ان احنا نحولها لمستشفى عام، ولكن وجدت الوزاره ان المعايير لتحويل المستشفى من المركز العام غير منطبقه في الوقت الحالي طبقا لتعداد السكان والخريطه الصحيه للمحافظه، وبنعدكم ان شاء الله في المرحله القادمه ان يتم تحويلها لمستشفى عام. ولكن الخدمات التي ستكون موجوده في المستشفى هي خدمات عاليه جدا، وباذن الله يعني ربنا يوفق وتكون الاطقم الطبيه على نفس الكادر ونفس المستوى حتى يتم تقديم خدمات افضل للمواطن. وطبعا مش هننسى ان في ظل غلق المستشفى فطبعا النهارده المواطنين بتعاني، ولكن معظم الحالات بيتم تحويلها لمستشفى رشيد او مستشفى فوة او وفي مستشفى مستشفى
ومستشفى الحميات في في مطوبس. مستشفى مصغر للحالات الحرجه في طوبس، يعني هي اسعافات يعني اسعافات اوليه واستقبال المواطنين وتقديم قرارات العجله لنفق الدوله وخلافه، ولكن لا ترقى الخدمات المطلوبه في الفتره الحاليه. ولكن احنا بنحاول جاهدين لتخفيف العبء عن المواطن، لان طبعا صحه المواطن هي اهم حاجه في الفتره الحاليه، واهم حاجه ومن ضمن اهتمامات الدوله الاهتمام بصحه المواطن. سياده النائب محمد الصمودي، خالص الشكر خالص التقدير. اعزائي المشاهدين، ان شاء الله لقاءات اخرى مع سياده النائب محمد الصمودي عن اهم المشكلات واهم الانجازات في الدوله من مركز ومدينه مطوبس. كان معكم سمير أبو السعود، رئيس التحرير التنفيذي لجريده انباء الشرق الاوسط الدوليه. خلينا بقى نشوف شويه كده من الفيديو.